هل فعلا المنتج ده آمن على الموتور بتاع العربية؟ اصل كنت سامعك بتقول ان السترس غلط على الموتور بتاع العربية لان من مكوناته هيدروكسيد البوتاسيوم. طب ما انا فتحت السيفتي داتا شيت بتاع المنتج دون ولقيت فيه من مكوناته هيدروكسيد البوتاسيوم. تنكر ان انا كنت شغال بالمنتج ده؟ ما انكرش، كنت فعلا شغال بيه، بس من بعدها كنت بنضف ميه وقعدت ابعت لهم واقول لهم بعد اذنكم ابعتوا لي السيفتي داتا شيت. يبعت لي برودكت داتا شيت. يا عم انا هعمل ايه بالبرودكت داتا شيت؟ انا عايز سيفتي داتا شيت او ماتيريال سيفتي داتا شيت. يبعت لي برودكت داتا شيت. اهو الصين بقى طلعت اجدع منك وبعتته لي. بجد والله انا محتاج لاجابه للسؤال ده. ما هو السيفتي داتا شيت بتاعتك بتقول ان المكونات الداخليه للمنتج بتاعك هيدروكسيد البوتاسيوم، وبنفسك هتقدر تكتشف ان هيدروكسيد البوتاسيوم بيتسبب في تآكل شديد للالومنيوم اللي مكون منه الموتور بتاع العربيه. كان ايه بقى وجه اعتراضك مع سيترس؟ منه رخيص يعني؟ يا راجل ده انا انقذتك في يوم وانتقدتني وقلت للناس بعد ما تستخدم السيترس او السبري فوم هستأذنك تنظف بعدها بميه. طلعت واتريقت كمان، لان الشيء الوحيد اللي هيفك التفاعل دون هو الميه المقطره. من بعد تنظيفك للكيميكالز دي استخدم ميه مقطره علشان تشيل الاثر بتاع الكيميكالز، علشان ما يحصلش تفاعل وترجع تشتكي من نقص في الزيت، خصوصا بعد التنظيف. فاكرين لما قلت لكم سيترس؟ لان كان عندي المعلومه ان الاثنين واحد، الفرق في اختلاف الاسعار، وانت صاحب القرار. السلام عليكم. هم عاملين كده. بص هنا جوه خلصنا التنظيف، ساحبين هنا الميه كلها. تمام، ساحبين الميه هنا بقت فاضيه.